ازيك يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه فيديو في ناس كتير طلبته مني، اللي هو ازاي تطور هاكي التصلب وهاكي التنبؤ. تمام. انا عارف ان في ناس كتير من المتابعين عندي عارفين ازاي يطوروا الحاجات دي، بس علشان في ناس لسه مبتدئه في ماب بلوكس فروت، فانا حابب ان انا اعرفهم ازاي يطوروا هاكي التصلب وهاكي التنبؤ. هاكي التنبؤ تطويره سهل، لكن هاكي التصلب ممكن في ناس مش واخده بالها ازاي بيتطور، او ممكن هي مفكره ان هي كده بتطور هاك التصلب، بس هي كده مش بتطور هاك التصلب ولا حاجه. قبل ما نبدا الفيديو ده يا جماعه، حابب اقول لكم ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس. تمام. والجيف اواي كمان هتكون على اي فاكهه بيرم انت تختارها في ماب بلوكس فرو. ودي مش اول جيف اواي اعملها يا شباب، انا عملت جيف اواي قبل كده على 500 روبوكس وفاكهه كنترول، واخترت خمسه وخلاص. الخمسه دول كسبوا الروبوكس، والسادس كسب فاكهه الكنترول. فشروط الجيف اواي ده يا جماعه سهله جدا. اول شرط انك تتابعني وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي، لان حرفيا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها انت حرفيا هتطلع منها بمستفاد، سواء من الجيفات اللي انا بعملها، سواء من الاكواد اللي انا بعملها. عايز اقول لكم ان انا عملت اصلا اكواد في بلوكس فروت، خلصت تقريبا اكواد بلوكس فروت كلها. واتحداك تلاقي كود بره القناه عندي انا ما قلتوش. وحرفيا اصلا ما فيش اكواد اصلا نزلت في بلوكس فروت دلوقتي، لان انا زي ما بقول لك خلصت الاكواد اصلا بتاعت بلوكس فروت كلها. حتى في فيديو انا عامله تجميع على اهم اكواد بلوكس فروت، حوالي 34 كود. فزي ما بقول لكم شروط الجيف أواي سهله جدا. اول شرط ان انت تتابعني وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والشرط التاني اللي هو ان انت تكتب لي اسمك في الكومنتات، علشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الجائزه بتاعتك. حاجه بس سريعه كده يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو، الديسكورد يا جماعه، السيرفر ديسكورد ده اسفل الفيديو، واسيب لك اللينك بتاعه. سيرفر الديسكورد ده يا جماعه حرفيا احنا كلنا بنساعد بعض، بنعمل رايدات مع بعض. حد مثلا محتاج يعمل رايد بنخش مع بعض، حد محتاج يعمل تريد مثلا يكتب على الشات، بنخش نعمل تريدات مع بعض والحاجات دي كلها. وغير ان احنا اصلا لو حد عايز يصور معايا زي الشخص ده كده كان عايز يصور معايا، وده جاي طبعا من الديسكورد، مكلمني ان هو عايز يخش معايا في فيديو، وانا دخلت كلمته قلت له انا هصور دلوقتي فادخل معايا. فنور فيديو يا معلم. فيلا بينا على الفيديو على طول علشان ما نطولش عليك. طبعا يا جماعه انا كنت عامل فيديو ازاي تجيب هاك التنبؤ. تمام. هاك التنبؤ يا جماعه ليه فيديو مخصوص انا عملته، ممكن اسيبه لك اسفل الفيديو. وهاك التصلب برضو ممكن اعمل فيديو، بس هاك التصلب مش مستاهل ان انا اعمل عنه فيديو، لان هي حاجه مش تاخد كام ثانيه. المهم يلا بينا نخش على الفيديو على طول. اول حاجه عشان تطور هاك التنبؤ، هو تطويره سهل جدا. كل اللي انت بتعمله بتشغل هاك التنبؤ بس، هو بيتطور مع نفسه. تمام. هو عندي 6، اقدر اتفادى حوالي 12 ضربة حاجة زي كده. فهاك التنبؤ تطويره سهل جدا. طيب هاك التصلب أصعب شوية. ليه؟ لأن أنت ممكن يبقى معاك فاكهة مش مساعداك إن أنت تطور هاك التصلب. ليه؟ طب ازاي الكلام ده؟ طب لو انت مثلا معاك لايت وبتلعب بالسيف بتاع الفاكهه، انا اقول لك انت كده بتطور هاك التصلب. طب لو معاك ماجما، لا انت كده مش بتطور هاك التصلب. معاك كيتسوني، لا انت كده مش بتطور هاك التصلب. طب ازاي؟ هاك التصلب علشان تطوره طبعا اهم حاجه طبعا لازم تبقى مشغله. طيب لازم يبقى معاك سيف مثلا معين. يعني مثلا هات السيف ده. شوفوا يا جماعة لما امسك السيف شوف شكله عامل ازاي. فانت كده مشغل هاك التصلب ده على السيف. فزي ما انتم شايفين كده انا بطور في هاك التصلب. طيب اللايت بيبقى معاها سيف، فانت بتشغل هاك التصلب. هاك التصلب بيلون السيف، فانت كده بتطور هاك التصلب. عندك حاجة تانية ان انت تشغل الاسلوب، بس انا بصراحة مش مهتم بالاسلوب، لسه عايز اطوره بصراحة. فانت كده برضو بتطور في هاك التصلب. طيب انا نصيحتي ليك ايه في الفيديو ده عشان اسرع طريقة تطور بيها هاك التصلب؟ وهي ان انت تروح عند بوتات كتير جنب بعضها، والبوتات دي تكون في نفس مستوى ليفلك. طب انا مثلا رايح على المكان اللي انا دايما بلفل فيه، والبوتات كلها جنب بعضها. تعال نروح كده. انا ما اعرفش الصديق اللي كان جاي معايا من الديسكورد راح فين، هو فجأة اختفى. فتعال نروح عشان بس وقت الفيديو. فزي ما انتم شايفين انا لسه الليفل بتاعي عند القارب اللي انتوا بتدخلوه ده، فانا مش عايز اروح عند القارب، عايز اروح لمكان البوتات كلها تكون قريبه من بعضها. عند الهوتن كولد مثلا الجزيره دي موجود فيها بوتات كتير قريبه من بعضها. فتعال نروح مثلا يا شباب. المكان ده فيه زي ما انت شايف 1 2 3 4 5، في 5 بوتات جنب بعض. بقول لك كده عشان سرعة ان انت تقتل بوتات بسرعة. فكل ما تقتل بوتات طبعا وتكون البوتات دي اقوى، كل ما هاك التصلب بيتطور اقوى. فانت عشان ما تروحش مثلا تقتل بوتات ضعيفة وتلاقي هاك التصلب بيتطور معاك ببطء، فكده مش بيتطور ولا حاجة. طبعا ما تنساش ان انت تكون مشغل هاكي التنبؤ. طبعا انا بلعب بدي غيرتها. فبصوا كده يا جماعة، انا مثلا هخش دي، هخش اضرب دي. فانت ممكن تروح عند البوتات اللي هناك دي بدل ما تستناهم مثلا يترسبنوا. تمام. هما برضو بوتات كلها قريبة من بعضها. ممكن اقرب مثلا اضرب كام بوت مع بعض. تمام. تمام. فهما زي ما انتم شايفين هما كلهم بيتدمجوا
بالبوضة. طبعًا البوضة أنتم عارفين البوضة جامدة جدًا في التلفيل وفي قتل البوتات بسرعة، تمام؟ فزي ما أنتم شايفين أنا قتلت بوتات بالهبل في وقت قليل جدًا. فبس يا جماعة هي دي الطريقة اللي أنت تطوّر بيها هاك التصلُّب وهاك التنبُّؤ مع بعض، فالموضوع زي ما أنتم شايفين سهل جدًا. هي دي الطريقة علشان في ناس ما بتبقاش واخدة بالها، في ناس مثلًا بتقوم مثلًا إيه، في ناس مثلًا بتكون معاها فواكه زي الماجما زي ما أنا اتكلّمت مثلًا. عمومًا الفواكه اللي أنت ما بتبقاش ماسك فيها حاجة بإيدك، يعني مثلًا زي دي، شايفين دي يا جماعة لو أنا قفلت هاك التصلُّب، شوف بقى شكلها عامل إزاي. لو أنا فتحت هاك التصلُّب شوف بقى شكلها عامل إزاي. لو شكلها اتغيّر فأنا كده باطوّر في هاكي التصلُّب. عمومًا أي حاجة أنت بتبقى ماسكها في إيدك ومشغّل عليها هاك التصلُّب، فأنت كده أصلًا بتطوّر في هاكي التصلُّب، أو ممكن تستخدم الأسلوب بتاعك. أنا مثلًا معايا أسلوب الماء. أسلوب الماء أنا مش مطوّره، مش مهتم بيه دلوقتي، أنا مركّز بس على كام حاجة بس في blocks وfruit. فبس هي دي الطُرق يا جماعة. وطبعًا ما تنساش إن أنت تشغّل هاكي التنبُّؤ، ده مهم جدًا في أي تلفيل أو في أي حاجة لازم تكون مشغّل هاكي التنبُّؤ، لإن أنا كده حرفيًا مشغّل الاتنين، فأنا كده باعمل الdouble، باطوّر في هاكي التنبُّؤ وهاكي التصلُّب مع بعض. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص، أتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح يكون سهل. لو الفيديو عجبك أو عايز محتوى كمان زي ده اكتب لي في الكومنتات إن أنت محتاج مثلًا حاجة معيّنة وأنا هاعمل فيديو عنها. أتمنى يكون الشرح عجبك، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا فيديوهاتي علشان ما يفوتكش الgiveaway اللي أنا عاملها أو أي محتوى عمومًا أنا بانزّله، لإن أنت حرفيًا هتخرج منه مستفاد. لو أنت وصلت لحد النقطة دي في الفيديو اكتب لي بيندو بلوكس في الكومنت، وفرصة إن أنت تكسب في مسابقة الgiveaway هتكون فرصة أكبر بكتير. وأشوفكم على خير، ويالّا يا جماعة مع السلامة.